بل يشرفنا نحن العرب أن يكون هذا النظام صديق لنا، وأن يكون هنا مندوب هو رجل عصابة تقتل بدم بارد وبكل وحشية لشعبه بهذه الطريقة التي لم تعرف في التاريخ ولا حتى يا أخوان في غزو التتار والمغول لبلادنا. أيها الإخوة الكرام، نعم المطلب الثاني استضافة المعارضة السورية والسماح للشعب السوري والجالية السورية هنا أن تحضر. هذا المطلب يا أخوان نرفعه للنواب ليضغطوا يحضروا الفعاليات وتمدد لهم إقامتهم ولا يسمح بأن يضايق أي واحد منهم أمنيا. أيضح الشعب هناك وإحنا نضايقه هنا يا أخوان؟ كيف؟ ما معنى النصرة إذا؟ كذلك يا أخوان من مطالباتنا أن هيئات الإغاثة تذهب رسميا. إحنا والله صدمنا، ما رأينا في تركيا إلا بعض الشخصيات الطيبة والإسلامية. وين هيئات الإغاثة؟ وين جمعيات النفع العام؟